مرحبا، راح أشرح لكم اليوم الوحدة الأولى من البطانية. راح نحتاج اللون الموف، الأخضر والأبيض، وسنارة مقاس 4 وسنارة مقاس 3.5. حبدأ ب5 بالسنارة، طبعا اللون الأخضر، والسنارة رقم 4. راح أبدأ بمنزلقة اللي أول البداية الأساسية، راح أشتغل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وأقفل الدور بمنزلقة في أول سلسلة أنا عملتها. بهذه الطريقة. بعدين راح أطلع سلسلة واحدة بس. بعدين راح أشتغل داخل الدائرة، في داخل الدائرة أشتغل غرزة حشو 12 مرة. طبعا السلسلة اللي عملتها مجرد ارتفاع فقط، ما تعتبر أي شيء. بعدين 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. طيب بعد كذا راح أقفل في منزلقة في أول غرزة حشو عملتها، هذه غرزة الحشو، راح أقفل فيها بمنزلقة. طيب هذا بالنسبة للفونديشن. راح نبدأ الدور الأول بسلسلة تعتبر مجرد ارتفاع. بعد كذا راح أدخل وأعمل غرزة حشو في نفس المكان. بعد كذا راح أعمل سلسلتين، 1 2، بعدين أترك غرزة هنا بالأسفل واشتغل واحدة حشو في اللي بعدها بهذه الطريقة. راح أكرر سلسلتين، 1 2، واترك واحدة هنا واشتغل في الثانية. راح أكرر لين ما ينتهي معاي الدور، سلسلتين، اترك واحدة واشتغل بواحدة واشتغل حشو في الثانية، وسلسلتين واترك واحدة واشتغل في اللي بعدها حشو. بعدين سلسلتين، وبعدين اترك واحدة وادخل في الثانية حشو، وبعدين آخر شي سلسلتين، راح أترك واحدة هنا وأروح أدخل في الحشو اللي عندي هنا وأعمل منزلقة. كذا أنا انتهى عندي الدور الأول، وراح أقص الخيط. أقفل الدائرة شوي من جوا. راح يكون عندي، عشان أعرف إن أنا صح ولا لا، عندي 6 حبات حشو. هذه 1 2 3 1 2 3 4 5 6. طيب، وعندي 6 فراغات اللي هي سلسلتين اللي زي كذا، 6 حبات اللي هو الدور الثاني. وراح نشتغله باللون الأبيض. راح أختار أي مسافة، فراغ سلسلتين اللي هنا، أي فراغ تبغانا نستخدمه. راح ندخل هنا في الفراغ وأعمل حشو. أول شي نعمل سلسلة، بعدين حشو، سلسلة، بعدين راح أسوي حشو بهذه الطريقة. طيب بعدين راح أعمل 3 عواميد بلفة في الفراغ، 1 2 3 بعدين راح أعمل غرزة حشو.
راح أترك الحشو اللي هنا بالدور وأروح أعمل حشو في الفراغ بهذه الطريقة. راح أعمل 3 عواميد بلفة داخل الفراغ. طبعا أنا قاعد أشتغل على الخيط الأبيض عشان أبغى يروح وقت التنظيف علي، عشان يوفر لي وقت التنظيف. هذه 2 وبعدين هذه الثالثة. وبعدين أشتغل حشو. راح أكرر هذه في كل المسافات اللي فراغ سلسلتين لين ما أوصل هنا. بعد كذا أنا وصلت لنهاية الجار زي ما انتم شايفين. صار عندي 6 بتلات، 1 2 3 4 5 6 بتلات. بعد كذا راح أقفل بمنزلقة في أول غرزة حشو احنا سويناها، مش في ارتفاع السلسلة، لا، في الحشو اللي احنا عملناه راح نعمل منزلقة بهذه الطريقة. بعد كذا أقص الخيط تبعي. طبعا رتب النهايات حقتنا. هذه الوردة الأساسية اللي كل الشغل راح ينبني عليها، أو الوحدة راح تنبني عليها. راح أعمل منها 8 حبات أو 8 قطع من هذه. بعد كذا نبدأ البلوك اللي هو باللون الموف. راح نبدأ هذا وجه الشغل. شايفين الحشوات اللي هنا اللي تركناهم من السطر السابق، هذا اللي بنشتغل عليها بس من الخلف. تشتغلين بهذه الطريقة، هذه واضحة هنا. أول حاجة راح أعمل سلسلة، راح أدخل هنا زي كذا وأسحب سلسلة. بعدين أشتغل غرزة حشو في نفس المكان. السلسلة اللي عملناها مجرد ارتفاع، بعد كذا عملنا غرزة حشو. بعد كذا راح نشتغل 3 سلاسل، 1 2 3. بعدين راح أروح للحشو الثاني اللي هنا اللي تركناه، اللي بعدها على طول راح أشتغل غرزة حشو. راح أدخل سنارتي من الخلف للأمام، وبعدين أرجعها للخلف مرة ثانية، وبعدين أشتغل غرزة حشو. طيب بعدين 3 سلاسل. بعدين راح أروح من الخلف إلى الأمام، بعدين من الأمام إلى الخلف وأشتغل غرزة حشو. راح أكرر العملية لين نهاية الدور. راح يكون شكلها في الخلف زي كذا سلاسل. بعدين نجي الأخيرة حشو، عفوا 3 سلاسل. وبعدين راح نعمل منزلقة في أول غرزة حشو عملناها هنا. بهذه الطريقة. طيب هذا بالنسبة للدور الأول. الآن راح نبدأ بالدور الرابع. طبعا هنا لو نرجع راح نشتغل هنا في الفراغ هذا اللي هنا، راح نشتغل هنا في الفراغ هذا حق السلسلتين. فأنا راح أعمل منزلقة إلى داخل الفراغ على أساس إيش يحطني في المكان الصحيح. بعدين راح أشتغل 3 سلاسل، 1 2 3. هذه راح نعتبرها 1 عمود بلفة طبعا. بعد كذا راح نعمل في الفراغ اللي هنا 4 عواميد بلفة. 1 2 3 4. بعدين سلسلة كذا
انتهت الجهة هذه، أروح للجهة اللي بعدها. راح أترك الحشو الموجود هنا، راح أشتغل في الفراغ. الحين يبدأ التكرار. راح أشتغل 5 عواميد بلفة في الفراغ، 1 2 3 4 5. طيب بعدين سلسلة. هذا هو التكرار تبعي، راح أعمله في كل الفراغات الموجودة هنا، في كل فراغات السلاسل الموجودة هنا راح أعمل التكرار اللي هو عبارة عن 5 عواميد بلفة. الآن وصلنا لنهاية الدور. راح أقفل بمنزلقة في ال3 سلاسل اللي هنا. في أول سلسلة راح أعمل منزلقة، بهذه الطريقة قفلنا الدور. الآن راح نبدأ الدور الخامس. أول شي راح نبدأ طبعا ب3 سلاسل ارتفاع، عفوا تعتبر هذه غرزة حشو. بعدين راح أعمل عمود بلفة في ال3 سلاسل هنا، راح أعمل عمود بلفة في نفس ال3 سلاسل اللي تحت. طيب بهذه الطريقة. بعدين راح أعمل عمود بلفة في الغرزة اللي بعدها. ننتبه اللي بعدها شوية صعبة في الغالب، ما راح تبين، فاللي هي هذه، شايفين السلسلة اللي بعدها هذه. بعد كذا راح نشتغل 2 عمود بلفة في الغرزتين الجايين، هذه 1 وهذه الثانية. بعدين عمود 2 عواميد بلفة في آخر غرزة، راح نعمل في آخر غرزة عمودين بلفة، هذه 1 وهذه الثانية في آخر 2. طيب وبعدين السلسلة ونترك الغرزة اللي هنا. الدور اللي بعد كذا أو التكرار حقي راح يكون راح نعمل راح نكرره، راح ننتبه، راح نعمل 2 عواميد بلفة في الغرزة في العمود الجاي اللي هو هذا. راح نعمل 2 عواميد بلفة، هذه 1 وهذه 2. طيب بعدين نعمل 1 عمود بلفة في ال3 غرز الجايين، هذه 1 2 3. بعدين في آخر غرزة راح نعمل 2 عمود بلفة في آخر، في هذه الغرزة اللي قبل السلسلة هنا راح نعمل 2، هذه 1 هذه الثانية، ونعمل سلسلة ونترك الغرزة اللي هنا، وراح نبدأ بالتكرار اللي بعده اللي هو نعمل غرزتين بلفة في الغرزة الجاية. هذا هو بداية التكرار. راح نكرر من هنا اللي هو السلسلة، فراغ السلسلة، لنهاية هنا. وصلنا لنهاية الدور. الآن راح أقفل بمنزلقة في ال3 سلاسل، شايفين هاي 3 سلاسل راح أعمل فيها منزلقة وأقفل الدور بهذه الطريقة. صار شغلي هذا شكله، هذا الدور نهاية الدور الخامس. راح يكون عدد الغرز 42 غرزة عمود إجمالي عدد الغرز، و6 فراغات سلسلة اللي موجودة هنا، هذه في منها 6. مهم انكم تعدون الغرز. الآن راح نبدأ الدور السادس. راح نبدأ أول شيء عبارة عن ب3 سلاسل، تعتبر هذه 1 عمود. بعدين راح ندخل زي ما سوينا في الدور السابق، ندخل في ال3 سلاسل اللي تحت وأعمل فيهم عمود اللي هم هنا في مكان ما سويت منزلقة. طيب وأعمل عمود بلفة. بعد كذا راح أعمل
شايفين الغرزة هذه اللي هنا، هذه راح أعمل فيها عمود. دائما هذه تلخبط الواحد أساس إنها مضغوطة راح تكون، فواحدة غرزة. بعدين راح نشتغل 4 عواميد بلفة في ال4 غرز الجايين. 1 2 3 4. راح تفضل لي غرزة واحدة هنا، راح أعمل فيها غرزة عمود بلفة في الغرزة الأخيرة قبل السلسلة، قبل فراغ السلسلة. بعدين راح أعمل واحد ثاني في نفس المكان، يعني راح نعمل 2 في آخر غرزة بهذه الطريقة. بعدين راح أعمل سلسلة ونترك السلسلة اللي هنا. طيب راح نشتغل في العمود على طول. التكرار حقي يقول حيبدأ الآن التكرار. العمود هذا راح أعمل فيه 2 عمود بلفة، اللي بعد السلسلة على طول راح نعمل فيه 2 عمود بلفة. بعد كذا راح نعمل 5 غرز عمود في ال5 غرز الجايين. هذه 1 2 3 4 5. بعد راح تفضلي هنا واحدة قبل السلسلة، غرزة عمود قبل السلسلة راح أعمل فيها 2. 1 2 عمود طبعا 2. واضح؟ بعد كذا سلسلة، وراح نترك السلسلة اللي هنا وراح نبدأ في العمود اللي هنا نعمل فيه 2 عمود بلفة. هذا التكرار تبعي راح أكررها على كل الدور، وراح نرجع في التكفيلة. الآن وصلت لنهاية الدور. راح أعمل منزلقة في ال3 سلاسل اللي هنا كالعادة، في أول أو في آخر سلسلة فوق أو في أعلى سلسلة فوق راح نعمل منزلقة. كذا راح يكون شكل الدور السادس. راح يكون عدد الغرز 54 غرزة و6 فراغات حشو. الآن راح نبدأ الدور السابع. راح نبدأ ب3 سلاسل كالعادة، بعدين عمود بلفة في نفس الدور في نفس المكان اللي سوينا فيه منزلقة قفلنا الشغل فيه، راح نعمل عمود بلفة. بعد كذا راح نعمل عمود في الفراغ اللي هنا، شايفين هذه عفوا العمود اللي هنا راح نعمل فيه عمود بلفة. شوي هو صعب بس لازم ننتبه له. طيب بعدين راح نعمل 6 غرز عمود، 6 غرز عمود في ال6 الغرز الجايين. هذه 2 3 4 5 6. وبعدين في آخر غرزة عندي هنا اللي قبل السلاسل راح أشتغل فيها غرزتين عمود، 1 2. وبعدين سلسلة وأترك السلسلة اللي تحت هنا وأبدأ في العمود اللي من هنا. التكرار حقي راح يبدأ الآن، اللي هو عبارة عن في أول عمود هنا بلفة راح أشتغل 2 عمود بلفة، هذه 1 2. بعدين راح أشتغل 7 عواميد بلفة في 7 الغرز الجايين. هذه 1 2 3 4 5 6
7. راح تفضل لي غرزة واحدة بس، شايفين قبل السلسلة راح تفضل لي هنا غرزة. في الغرزة هذه راح أعمل 2 عمود بلفة في نفس الغرزة هذه، 1 2. بعدين راح نجي للسلسلة اللي هنا نتركها ونعمل بدالها سلسلة، وراح نروح نشتغل في أول عمود هنا اللي هو بداية التكرار حقي. راح أعيد التكرار 4 مرات في ال4 البتلات الموجودة عندي وارجع لكم. الآن وصلنا لنهاية الدور. راح أعمل منزلقة في ال3 سلاسل اللي هنا وأقفل الدور بهالطريقة. راح يكون الشكل بهذه الطريقة، وعدد الغرز 66 غرزة عمود و6 فراغات اللي فراغات السلسلة هذه. الآن نبدأ الدور الثامن. راح نبدأ كالعادة ب3 سلاسل، وبعدين أروح لل3 سلاسل أو المنزلقة اللي أنا اشتغلت فيها، الغرزة اللي اشتغلت فيها منزلقة هنا، وأعمل فيها عمود بلفة. طبعا هذه 3 سلاسل نحسبها إن هي عمود. بعد كده أروح للعمود اللي بعده، شايفين اللي بعد السلاسل هذا على طول راح أعمل فيه عمود بلفة. بعدين راح أعمل 8 عواميد بلفة في ال8 الغرز الجايين، هذه 1 2 8. راح تفضل لي أو تبقى لي غرزة واحدة هنا، شايفين هالعمود هذه راح أشتغل فيها 2 عمود بلفة، هذه 1 2. بعدين سلسلة وراح أترك الفراغ اللي هنا وأشتغل في اللي بعده اللي هو راح يبدأ عندي التكرار. راح أروح للعمود اللي بعد السلسلة اللي احنا تركناها ونشتغل 2. طبعا هنا بداية التكرار عشان نكرر في كل الأدوار، 2 عمود بلفة في أول عمود. طيب، وبعدين راح نشتغل 9 عواميد بلفة في ال9 الغرز الجايين، هذه 1 9. طيب بعد كده راح أعمل عمود بلفة، عمودين بلفة في آخر عمود هنا، راح نعمل غرزتين عمود، هذه 1 2. بعدين راح أعمل سلسلة وأترك الفراغ السلسلة اللي هنا وأبدأ بالعمود اللي بعده التكرار مرة ثانية. راح أكررها 4 مرات. راح نرجع لبداية الدور من هنا ونقفل بنفس الطريقة اللي قفلنا بها الدور اللي قبله، اللي هي في 3 سلاسل هنا. راح يكون عدد الغرز 78 غرزة، عفوا 68 غرزة و6 سلاسل فراغات، 6 سلاسل. الآن راح نبدأ الدور التاسع. راح نبدأ كالعادة ب3 سلاسل، وبعدين أنزل وأعمل هنا في المنزلقة اللي أنا عملت مكان المنزلقة راح أعمل غرزة عمود بهذه الطريقة. بعدين في العمود اللي بعده راح أعمل عمود، طيب بعد كذا راح أعمل 10 عواميد في ال10 غرز الجايين، هذه 1 2 10. طيب بعدين تفضلي غرزة واحدة هنا راح أعمل فيها 2 عواميد بلفة، هذه 1 2. بعد كذا شايفين الفراغ السلسلة اللي هنا راح أشتغل فيه 3 عواميد بلفة في نفس الفراغ، أدخل بهذه الطريقة في الفراغ وأعمل فيها 3 عواميد بلفة، هذه 1 2 3. طيب بعدين في الفراغ اللي هنا على طول في الغرزة اللي بعد ال3 هذولي اللي بعد الفراغ السلسلة
هذا العمود راح أشتغل فيه 2 عمود بلفة. هذه 1 2 نفس العمود. بعدين طبعا هنا بداية التكرار تبعي اللي هي من بداية ال2 عمود اللي هنا. راح أشتغل 11 غرزة حشو في 11 غرزة، عفوا 11 غرزة عمود في 11 غرزة الجايين. هذه 1 2 3 11. راح تبقى لي غرزة عمود قبل السلسلة، راح تكون في وحدة هنا عمود، راح أشتغل فيها 2 عمود بلفة. 1 2. بعدين في الفراغ هنا راح أعمل 3 عواميد بلفة. 1 2 3. هذا هو التكرار تبعي، راح أعيده 4 مرات في ال4 الأجزاء الموجودة في البتلة أو في الغرزة أو في الموتيف. هعمل 4 مرات هنا، ولما نيجي هنا لنهاية الدور راح أقفل بمنزلقة. طبعا راح نعمل 3 سلاسل هنا، عفوا 3 عواميد بلفة في الفراغ السلسلة اللي هنا. بعدين راح أعمل منزلقة في أول سلسلة من ال3 سلاسل اللي فوق بعض هنا. طيب راح يكون عدد الغرز عبارة عن 108. الآن راح نبدأ الدور العاشر. راح نبدأ بسلسلة. طبعا أول شيء غيرنا السنارة صارت مقاسها 4، فراح نبدأ الآن بسلسلة. هذه السلسلة ما تنحسب غرزة. بعد كده راح أعمل 15 غرزة حشو في 15 غرزة الجاية. أول واحدة راح تكون هنا، هذه 1 2 3 15. طيب في 15 راح تكون 15 في أحد 3 سلاسل، عفوا في أحد 3 العواميد اللي في فراغ السلسلة في أول واحد. الثاني راح نشتغل فيه 3 غرز حشو مع بعض. هذه 1 2 3. طيب هنا من هنا يبدأ التكرار تبعي. في ثاني وحدة من العواميد اللي هنا راح نشتغل غرزة حشو 3 مرات في نفس الغرزة. من هنا يبدأ التكرار. بعد كذا راح أشتغل 17 غرزة حشو في 17 غرزة الجايين. هذه 1 2 3 16 17. 17 راح تكون في أول عمود في الفراغ هنا، في أول عمود من 3 العواميد اللي في الفراغ. ثاني واحدة هنا راح أعيد التكرار اللي هو راح يكون 3 غرز حشو في نفس الغرزة. راح أعيد التكرار 5 مرات، ولما نخلص راح أرجع لكم أشرح لكم نهاية الدور. راح يكون شكله في النهاية بهذا الطريقة. لنهاية الدور عملت 17 غرزة. بعدين وصلت هنا للمكان اللي بعمل فيه 3 سلاسل مع بعض، عفوا 3 حشوات مع بعض. هذه 1 2 3. طيب احنا عملنا هنا في البداية 15 والبقية 17، باقي لي غرزتين. وين راحت؟ غرزتين راح تكون هنا في بداية الدور من هنا. هذه 1 راح نشتغل بعد ال3 غرز الحشو راح نشتغل في الغرزة اللي بعدها حشو، واللي بعدها كمان حشو. هذول 2 حشو في الغرزتين. بعدين راح أعمل منزلقة في أول غرزة حشو موجودة عندي بالدور. هذه هنا السلسلة بتركها، هذه أول غرزة حشو عندي راح أعمل فيها منزلقة وأقفل الدور. طبعا كذا أنا انتهيت من الأول اللي هو أول بلوك بهذا الشكل. صار شكله. عدد الغرز النهائية راح يكون 120 غرزة. راح نعمل منها 4 قطع.